السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك حب قلبي فيديو جديد وعن طريقة حظر ارقام الواتساب. بند حظر جديد، بند حظر جامد جدا. تابع الفيديو لحد الاخر عشان تعرف تشغل البند ده وتحظر بيه ارقام، لان معظم الناس دلوقتي ما عادتش عارفة تطير ارقام او تحظر اي حد. تمام، فتابع شرح لحد الاخر عشان اعلمك تحظر ازاي. تمام يا قلبي، تمام. بس الاول كده، لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك للقناه، فعل زر الجرس، لايك وكومنت الفيديو. مش طالب مني اكتر من كده، قدرنا بس في التعب في الفيديوهات والتلغيم والكلام ده كله بس. تمام يا قلبي، تمام. يلا نخش على الشرح. صلى على النبي. دلوقتي انت هتحتاج نسخ على العكس بتاعتك وتشغل الارقام بتاعتك طبعا. طبعا دي النسخ اللي عندي. تمام، هنفعل زر العكس كده بالشكل ده. زر العكس. تمام يا شباب. دلوقتي هتكون مفعل كده زر العكس كده على النسخ ديت. هسيبلك طبعا اللينك بتاعها في وصف الفيديو. دي التحديث الجديد، لا ده مش التحديث الجديد. التحديث الجديد هو ده، هيكون برضو موجود. تمام، ده اللي انا هسيبلك اللينك بتاعه. تمام، هنجيب بقى الرقم اللي انت عايز تغيره. البند شباب شغال اعمال ومتجر، بس اعمال ازاي ومتجر ازاي؟ هيكون معظم البند شغال يطير ارقام الاعمال بس. طب المتجر الارقام اللي هتكون ضعف المتجر فقط هي اللي هتطير. تمام تمام. الرقم اهم حاجه يكون متصل معانا، رقم الضحيه. شوف رقم يكون متصل، واقول لك دلوقتي كام نسخ وكام الابلاغات. تمام، مثلا الرقم ده اعمال. خش جوه الشات بتاعه وفعلا زر العكس نشوف، اتأكد بس من زر العكس. تمام، شغال. جيب الرقم اللي انت هتكون عايز تغيره. تمام، مثلا ده. خش جوه الشات بتاع الشخص ده، او انت معكش الشات بتاعه مش موجود كده، تاخد الرقم يكون معاك الرقم بتاعه كوبي، تاخده نسخ قصدي. تيجي هنا تعمل لصق، رسالة رقم غير محفوظ، دخلك جوه الشات. تمام، هتحط البند. طب فين البند؟ هوريك شكل البند عشان مش هينفع اظهره في الفيديو، بس عشان الفيديو ما يتحظرش. تمام، ده هيكون البند اللي انا هسيبهولك في وصف الفيديو. هتلاقي اسمي اهوت في قلب البند عشان تعرف، وده اول الكلام اللي فيه. تمام، عشان بس مش حد يقول لي بند تاني ومش بند تاني، لا هو البند. تمام يا قلبي. دلوقتي هتحط البند في قلب الشات بالشكل ده، اكن ده البند. البند هيكون كود واحد، مفيش صور ولا فيه اي حاجه. بعد ما حطينا كده البند في قلب الشات، تطلع هنا كده، تيجي عند الإبلاغ عن النشاط التجاري، تديله 25 إبلاغ من هنا. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 17، 18، 11، 20. اديله 5 إبلاغات كمان كده من بره، وخليك تكون سريع. تمام، نخش جوه الشات، نيجي عند البند ده كده اللي انت تكون بعته، ده هيكون البند بقى، اللي هي الرسالة دي كأنها البند. هتحدد كده عليها، تيجي عند ال3 نقط وتعمل إبلاغ. تمام، كمان مرة 3 نقط وبعد كده إبلاغ. كمان مرة 3 نقط وبعد كده إبلاغ. تيجي عند الإبلاغ اللي هي تحت دي، الإبلاغ دي اللي علامة الديسلايك دي، وتديله 5 منها ولا 10 بالشكل ده كده. تيجي عند آخر إبلاغ بعد ما تخلص بقى، تيجي هنا كده حظر النشاط التجاري. تمام، هتعمل نفس الحوار ده من كل نسخة. طب هتعمل من كام نسخة؟ أقولك دلوقتي. وفي حاجة مهمة مش هتحصل مع كل الناس. تمام، أقولك عليها دلوقتي. والرقم شكله فتح متجر ولا ايه؟ تمام. دلوقتي يا قلبي، انت تعمل ايه؟ تخش تفعل زرار العكس. طبعا فعل زرار العكس. هتيجي هنا كده تخش على الرقم اللي انت عايز تغيره، مثلا الرقم ده انت عايز تغيره. هتحط البند في قلب الشات بالشكل ده. حطينا البند في قلب الشات. هتطلع تقفل زرار العكس، تقفل زرار العكس بالشكل ده وتبلغ. تبلغ وانت قافل زرار العكس. في ارقام بتطير بالشكل ده، ما بتطيرش وانت فاتح زرار العكس. تمام، تقفل زرار العكس وتبلغ. يعني زرار العكس مش بتفعل عشان الشركة بتاخد بالها من النقطة دي. تمام، ادي النقطة دي برضو قلت اعرفها لكم. وتبلغ نفس الحوار. طب هتبلغ من كام نسخ؟ هتبلغ من 7 نسخ، والأحسن يكونوا أساسي. أنا ببلغ الأرقام اللي معايا بيكون أساسي، معايا بتاع 6 7 نسخ أساسي، ومعايا رقم تفنيش. يكون معاك رقم تفنيش عشان الرقم اللي انت بتبلغ عليه يطير معاك. تمام، اللي هو لازم يكون حاجة موثقة عشان زي ما قلتلكوا الحظر بقى صعب. هتعمل نفس الحوار ده من كل النسخ، بس هتعمل ايه؟ مش هتحط كل نسخة وتروح تبلغ وتخش على النسخة اللي بعدها، لأ، انت بتخش من كل النسخ بتاعتك. طبعا فعل تغيير العكس، تخش على كل النسخ
تخش على جوه الشات، تحط البند في قلب الشات بالشخص ده، تخش على النسخة اللي بعدها تعمل نفس الحوار، والنسخة اللي بعدها برضو نفس الحوار، وبعد كده تخش تبلغ من كل مرة واحدة. تمام، ده كله والرقم فاتح، الرقم متصل فاتح نت. تمام، خلصنا كده، خلصنا إبلاغات. ده لو احنا بنعكس على رقم أعمال. تمام يا قلبي، تمام. هتعمل ايه بعد ما عملنا كده؟ بلوك للرقم. تمام، عملت الإبلاغ اللي هو من جوه الشات. هتعمل ايه بعد خلاص من كل نسخ بقى؟ تيجي عند النسخة اللي انت عكست عليه منهم أو أي رقم فيك عادي، بس الأضمن يكون من النسخ اللي انت عملت فيها في الأول، اللي هي أول نسخة انت عكست منها. خش تفك البلوك بتاعه، بتاع الشخص اللي انت عملت له بلوك وعكست عليه. تبعت له نقطة، تبعت له أي حاجة، تبعت له أي كلمة تخليه يرد عليك، تقول له بعد إذنك، تسأله على أي حاجة. المهم اللي هو أنت تخليه يخش الشات بتاعك ويبعت في رسايل. طول ما هو بيبعت في الرسايل ده بيأكد بقى إن الحساب بتاعه بيخالف الشروط، وبكده الرقم بتاعه ممكن يطير معاك في نفس الوقت، ممكن يطير معاك بعد حوالي ربع ساعة أو بالكتير ساعة. تمام، وكل ما تعكس بنسخ أكتر كل ما هيطير معاك أسرع. يعني كل ما أنت بتكتر في النسخ كل ما هيطير معاك أسرع، وكتر في الإبلاغات. يعني مثلا مش شخص قالك تعكس من 10 إبلاغات أو 15 إبلاغ، تروح تعكس من نفس الحوار والرقم ميطيرش معاك تقوله مطرش. أو في ناس يا شباب بتستعمل البند ده معاكوا، يعني 100 واحد 200 واحد، الداونلود بيعدي كتير والفيو بيعدي 3000. فطبيعي الناس دي كلها بتستعمل البند وبتحظر بيه معاك، فالبند بيكون عليه ضغط وبيقف. انت مش عارف تحظر بالبند، خش كلمني على التليجرام، اللينك بتاعي او لينك القناة موجودة في وصف الفيديو، واليوزر بتاعي موجود في التليجرام. خش كلمني واحضر لك اللي انت عايزه. تمام قلب اخوك. ده كده كوم فيديو النهارده، والبند سيبلك في وصف الفيديو، كل حاجة موجودة في وصف الفيديو، ولينك نسخ العكس برضه موجودة في وصف الفيديو. متنساش تدور وتعمل شير للقناة. وسلام يا شباب.